فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. برصيد 23 نقطة أمام فريق أتلانتا، الفريق الذي يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة. هذه الجولة 12 التي تلعب في منتصف الأسبوع ما بين الفريقين، كل فريق يسعى لحصد 3 نقاط. يوفي الفريق الذي يريد أن يصل بنقاطه إلى النقطة 26 وأن يرتقي حتى ولو مؤقتا من المركز الرابع إلى المركز الثاني قبل قمة هذه الجولة، قبل مباراة انتر أمام فريق نابولي. بينما فريق أتلانتا الفريق الذي يسعى لأن يصل بنقاطه إلى النقطة 20 على مستوى الترتيب في بطولة الدوري الذي يتصدر الميلان برصيد 27 نقطة. هنا المدربان جامبيرو غاسبيريني بالإضافة لأندريا بيرلو مدرب اليوفي في هذه المباراة التي ستنطلق بعد لحظات والتي يديرها الحكم دانييل دوفيري، الحكم الذي يدير هذه المواجهة ما بين الفريقين بأمنيات الحصول على 3 نقاط. نادي أتلانتا من الطرف الأيمن لمصلحة فريق أتلانتا، لكن الخطأ هنا كان موجود. صافرة حكم اللقاطات بوجود الحرة المباشرة، كرة تنفذ بتسديدها لكنها كانت من جانب اللاعب بيسينا في اللقطة الماضية، لكن يسارية لاعب نادي أتلانتا في الكرة الأخيرة وجدت حارس المرمى الحارس تشيسلو. هناك سبيتسيا وهنا فرصة جول. ضاعت أولى الكرات، أولى الفرص وأولى المحاولات بعد كرة قطعها الفارو موراتا وصلت إلى كريستيانو، لكن التسديدة تصل في وسط الميدان عن طريق دوفان ساباتا، لكن هنا صيل انطلاقة موراتا عند الكرة. محاولة قائمة لليوفي خطير صعيدي ما دونه التاريخ من النهائي لدوري الأبطال. هذا الفريق اليوم إليتشيتش وكذلك ميرانشوك بالإضافة عندما يكون فريق لديه رونالدو. جول يا موراتا ماذا ضاعت يا الفارو، ما سهل ولكن أراد الصعب، وهذا الصعب جاء. هل يذهب لنادي نابولي؟ هل يترك الدوري الإيطالي ويترك نادي فريقه؟ هنا كوادرادو وصلت هذه الكرة من الفارو موراتا لكن الأيسر نقول كرة إلى أقصى الطرف الأيسر مرة أخرى إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. الطرف الأيمن هنا العرضية ترسل عالية، الفارو موراتا دوفان ساباتا ضاعت كوادرادو يتعرض للإعثار ويتحصل على خطأ. دوفان ساباتا التقدم من الطرف الايسر مره اخرى من جانب دوفان ساباتا اللي كان محاولة، لكن هنا ليوناردو بونوتشي قطع الكرة الماضية. بينما هنا صافرة تأتي خطأ يصفر حكم اللقاء السيد دانييل دوفيري. خطأ كان موجود. ساباتا كان قد سجل في مرمى ساندوريا وكذلك في مرمى فريق كاليري في المباراة التي فاز فيها أتلانتا بالخمسة. بينما هنا أرتور في الكرة المشتركة بينه وبين كريستيان روميرو في اللقطة الماضية. في هذا الحوار البرازيل بطولة الدوري كان قد سجل على فريق سبيتسيا. موراتا في كرة ذكرتنا بكرة كان كيزا يحاول والتسديدة، الله الروعة الجمال من الأهداف الرائعة الجميلة يا فيدريكو كيزا. يا سلام، يا لا من هدف ويا لا روعة من هدف. نعم من جانب فيدريكو كيزا هنا وكأن ديلبيرو في اللقطة الماضية بتسديدة من زمن ديلبيرو بكرة كانت شبيهة لما كان يفعل ديلبيرو. شاهد الكرة، يا سلام كيزا الله عليك على كرة أو تسديدة يمينية جميلة، بل في غاية الجمال، كانت في غاية اللي وصل سجل واحد من الاهداف الجميله. أتلانتا في اللقطه الماضيه ركله ركنيه اخرى، محاوله مستمره حاضره. ساباتا التعادل.
ضاعت وضاع هدف التعادل على فريق أتلانتا في اللقطة الماضية. خطيرة كانت، قريبة كانت الكرة الأخيرة في محاولة كانت قريبة في اللقطة الماضية. أتلانتا باتجاه زباتا يحاول من أمام بونوتشي لكن ليوناردو مباريات وتعادل في 7 وخسر في 17 مباراة. ما زالت عند الكرة هنا فرصة خطيرة، تصويبة هي السارية كانت، ولكن ما زالت قائمة عرضية لا تأتي خطيرة، لكن التغطية كانت اللي يتصدر ويريد أن يمارس عاداته، لكن هنا عادات اليوفي بالأهداف الجميلة. يا كيزا يا رائع، يا كيزا يا فنان، هدف مثل حرة مباشرة. هنا التسديدة ولكن تشيزني قال لا، تشيزني تصدى وقال ليس بعد يا أتلانتا، ليس بعد. تصدى لكرة، الكرة من جديد لأتلانتا، ما زالت تسديدة، أراد أن يعطي أتلانتا فرصة تصويبة ولكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. كم من تسديدة من جانب فريقه، المستحيلات الكروية بديهيات. هذه أرقام كريستيانو 100 بالنسبة لدون للأسطورة كريستيانو فليمان. تعود هذه الكرة بعد ذلك الخطأ لم يكن موجود، لا الخطورة هنا فرصة من الطرف الأيمن هاتيمور والعرضية، لكن أتلانتا تعود هذه الكرة مرة أخرى لمصلحة اليوفي. هنا خطأ لفريق أتلانتا ورابيو من دخل بدلا من أرثر في شوط المباراة. موراتا ثاني أوه ضاعت وما زالت فيدريكو كيزا حارس المرمى مصاب، وحكم المباراة يوقف اللاعب في هذه اللحظة. هل هو خطأ للحارس بيلويجي غوليني أم أن الحكم اعتبر أن سقوط حارس المرمى يستوجب إيقاف اللعب؟ عموما نشاهدون موراتا والتسديدة. طبعا حارس المرمى بيلويجي غوليني إلى أدريان رابيو محاولة، لكن الكرة وصلت. فاز في 9 مباريات متتالية من هذا القبيل. هنا من الفارو وصلت بعد ذلك في اليمين، كوادرادو يتقدم يسقط يتحصل على خطأ. عرقلة كانت موجودة، تدخل كان حاضر في اللقطة الماضية، وبالتالي هنا بطاقة صفراء. فيدريكو كيزا يرسل كرة عالية راسية تأتي، ولكن رونالدو ما زال عرضية لا تأتي، خطيرة كانت وما زال. رابيو حاول ولكن كرة مقطوعة، تصويبة الله يأتي الرد عن طريق ريمو فرويلر، يسجل هدف التعادل لفريق أتلانتا. نعم، كرة الرد لهدف كيزا أتى بنفس الصورة وبنفس الكيفية وفي نفس المرمى بتسديدة يمينية. يا سلام يا سلام يا ريمو فرويلر يسجل هدف التعادل لفريق أتلانتا. هنا قطعت، هنا عادت، هنا وصلت، هنا بعد ذلك من بابو غوميز مررت وقطعت من جديد عن طريق ريمو. التسديدة يا سلام يا سلام، تقدم تشيزني ولربما لويجي غوليني ورونالدو يتقدم هنا. يا سلام، الله على كرة بدايتها جميلة. هاتيمور عرضية ترسل زباتا بعيدة عليه، لكن هنا نادي أتلانتا غوميز يرسل كرة يا سلام عالية كانت جديد لمصلحة فريق أتلانتا، خطيرة الله، ما زالت خطورتها قائمة. فرصة جول ضاعت، وهنا مرتدة لكن غوميز يقطع هذه الكرة بالتوقف. فريق لكثير من الكرات، هنا كرة تحولت تحت فريق أتلانتا، تنقل هذه الكرة عن طريق اللاعب Messi puede apoyarse en algún compañero.